السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا أي شاب دخل التجارة وشاف روحه بادي ينجح وبدأت أموره ماشية، دير الحساب هذا الوقت رانا فيه ضرك ضرك، راهي التجارة راقدة وكساد على الناس الكل. ولهذا ديما دير حسابك كي تبدأ تخدم، ما تبداش صواردك تنحي من القجر وتصرف وماشيك داير حسابك، تقول انا خلاص راني نخدم ونصور في صوارد، تبدا تنحي كل سمانه تنحي. كاين اللي يروح يديها بني، كاين اللي يديها فلاس، كاين اللي يديها سلف، كل واحد كيفاه تصير له. ولهذا اذا حاب تنجح في تجارتك لازم عندك راس نظيف ومخ يعرف يخمم. صوارد الحانوت ما عادش تلعب بيها، عيش بعقليه موظف، عيش بعقليه انسان قليل، عيش بعقليه انسان عنده قوت يوبه، ما تعيش بانسان مرفه. اذا درت روحك عقليه تاع مرفه والله يطيح، لان التجاره ما عادش تجاره تاع قبل، وما عادش تجاره فيها المكسب الكبير. تجاره درك خلاص عاد باينه، عاد باين الموديل قداه يدير في لاشين، وعاد باين قداه الامبورتاتور قداه يبيعه، وعاد باين قداه اللي باش يعاود السوق قداه يبيعه. ما وصلت كيما هاك هي. يا والله ما ديرش حسابك يا غير تطيح. الطريق اللي رانا نمشوا فيه درك والله الناس الكل غير تطيح، أو يبقى فيها غير اللي يعرف فيها يخدم تجارته. التجارة مش سهلة، وخاصة هذا الوقت. ووشفوا على كلامي، أنا نقول كلام وصدقوني غير صمدي. أنا كي نقول كلمة في التجارة راهي غير نقشي في الحجر، والله ما تلقى بديل عليها. درك التجارة عاد صعيبة، عندنا كساد كبير، والقدرة الشرائية تاع المواطن نقصت، والموديل كثر في السوق، وأي موديل عاد يخرج للسوق عاد باين، والناس الكل عاد دايخة. أنا قبل قلت واحد الكلام في التجارة وكاين ناس تستهزأ بي، يستهزأ خويا، ربي يسهل عليك، لكن أنا عارف اش ندير. أنا نمشي بمبدأ نمشي به وناجح به، وبقدرة الله يديني البر الأمان. وأي واحد يسمع كلامي والله ينجح بقدرة الله ويروح البر الأمان، لأن أنا كلامي مش خرطي وما نبيعش وهم للشبيبة. الثانية، كاين ناس تجي في الصفحات ويجي في داير محتوى يقول لك نا تبعني نعطيك نربحك مليون كل شهر، كل يوم نربحك مليون. هذه انا ما شفتهاش، مستحيل كان كاين انسان على وجه الارض يقول لك اخدم معايا نعطيك مليون نربحك مليون في التجاره كل يوم. هذا بيعان وهم للشبيبه، والشبيبه الله غالب كي يشوفوا الكلام هذا يعجبهم ويجيهم محلو كالعسل، يجيهم مليح ويتبعوا ويطيحوا على رصانهم. يا وخطيك من هذا الكلام، حاب تخدم عري عذراك وعمل على رب سبحانه عز وجل. هو الخلاق الرزاق، قادر اليوم يعطيك مليون، قادر غدوه يعطيك 100,000، قادر بعد غدوه ما يعطيك والو، وقادر الشهر الجاي يعطيك 10 ملايين في النهار. او غير اختيك تبعني نعطيك مليون نربحك مليون كل يوم. وين جات هذه؟ نخدموا في القنيه حنايا، نخدموا في القنيه شيش بيش. اختيك من الكلام تبيعوا في الاوهام للشبيبه، وتعبتونا وتعبتوا الناس معاكم. انتم الناس تحوسوا تكسبوا الناس بواحد الطرق دايره كما يقولوا. علاه كيما هاك؟ واش راح تربح من بعد؟ واش هاك تدوم فيها عام عامين بف وتروح تذوب كي الكشكوشه تاع البحر، من بعد ما يبقى لك حتى تاريخ وما يبقى لك حتى تراس. ولهذا حاب تدير محتوى، حاب تنصح الشبيبه، انصحهم الشيء اللي تعرفه صحيح، مش الشيء تاع الوهم تبيع فيه للشبيبه. او ما تجيش هذه العقليه. انا وصايتي للشبيبه، اي شاب حاب تخدم حاب تنجح استحفظ على صواردك. كي تخدم في حانوتك امشي بعقليه القليل، ما تمشيش بعقليه المدرهم. كي تدير الصوارد وتعرف روحك خلاص بعد مده كبيره نجحت، ثم تدير واش تحب. ليه؟ لان التجاره مستحيل عام زوز ثلاثه باش تقد روحك، مستحيل عام زوز ثلاثه باش تبدا تبني، تبدا تدير السيارات وتبدا تعيش في الشيء المتمني. لازمك شوي صبر. كانك حاب تخدم بالحلال، هذا واش نهضر على الشبيبه اللي حابه تكون رزق بالحلال. هذا كلامي ليكم اليوم، وبارك الله فيكم على الاستماع. وماذا بي اي معضله عندكم في طريقكم كلموني، انا نعطيكم الحل بقدره الله ان شاء الله. بسم الله والصلاه عليك يا رسول الله. هذا الفيديو خاص للشبيبه وهو عنوانه الصبر ايام الشده. انا نقول لك يا اي شاب في الجزائر او في الوطن العربي بصفه عامه، لما تفوت عليك ايام الفقر، أيام الضعف، أيام الخوف، عدم الأمان، الحرب مع الغير، الامتحان الصعب في حياتك، والله صدقني هي خير لك من حيث لا تدري. ومرات الشاب والإنسان يسأل نفسه ليه يا ربي هذه العقبات في حياتي؟ ليه يا ربي هذا الامتحان الصعب في حياتي؟ ليه يا ربي هذا الفشل في حياتي؟ هي خير لك من حيث لا تدري. وهذا الأمور هذه أي إنسان ناجح مر بهذه المرحلة. أنا عارف كلامي وجربت، أنا واحد من الناس جربت
ولما كنت في أقل مراحل عمري من فقر وحرمان وضعف وخوف وإلى غير ذلك، كنت أتفكر آية مريحة للنفس وهي اللي كانت تصبرني: ما يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. معنى هذا الآية: ما دام ربي حطك في امتحان صعب، باه تتعلم حاجات في الدنيا تنفعك في مستقبلك. لما تجرب الفقر وتجرب الضعف وتجرب الاحتياج وتجرب الفشل المتكرر وتجرب كل إحباط في حياتك، هي صدقني هي الوقود اللي تلقاها في مستقبلك. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن لما تجرب الفقر تعرف قيمة الغناء، ولما تجرب الضعف تعرف قيمة الشجاعة، ولما تجرب الفشل تعرف قيمة النجاح. شوفوا الكلام كيفاه ربي حاطه، وإحنا لازمنا نفهموه، ولازمنا نتعلموا الصبر، ونتعلموا يعني الصبر قوة إيماني بالله، قوة إيمانك بالله هي اللي تخليك تروح لبر الأمان بعد حين إن شاء الله. ولهذا الشبيبة لا تيأسوا من رحمة الله، لأن أي إنسان ناجح، روح شخصي أي إنسان ناجح، هل اندرى نجح ديريكت يعني مباشرة راح للعالي؟ مستحيل. أكيد 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 صبر وكافح وجاهد وفوت المطبات. ولهذا أنت أي شاب لما تبدأ تحاول في حياتك وتجيك عقبات لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. لأن شوف الفقر، الاحتياج، الفشل هو وقود لك. أنا نقولها ونعودها لأنك تولي وتتخطى لما يكون إيمانك قوي بالله، وعندك الصبر وعندك العزيمة وعندك الإرادة، يو توصل بقدرة الله، توصل بقدرة الله. لأن الدنيا مش سهلة ومش كما تتخيلها باش تلقاها، لا أكيد تلقى فيها العقبات، وتلقى الناس حاسداتك، وتلقى الناس باخلينك، وتلقى الناس مش حبت لك تنجح، أكيد هذه معروفة. لكن أنت كن قوي، كن قدها وقدود، وما تفشلش وما تيأسش من رحمة الله. وشوف لما ربي يحطك في هذا الامتحان الصعب، ربي يحبك تكون إنسان خيري، يحبك تكون إنسان ناجح، يحبك تكون إنسان عطوف، يحبك تكون إنسان خلوق. هذه الصفات اللي تخلي الإنسان ينجح. الأنانية والبغضاء والحسد والبخل هذه كلها مولاها أمنوني بالله والله ما ينجح. يكون يعطوه دار مليانة ذهب، يكون يعطوه كونتينر مليانة سوارد، والله ياكلها في عام ويصبح فقير كبكري، لأن ليه ربي امتحنه وشاف الأمرين. لازم تشوف الأمرين تعرف قيمتها باش تنجح. وأنا نحكي في هذا الكلام مش غير في التجارة، نحكي في أي حاجة، حتى في عشرتك مع زوجتك، حتى في عشرتك مع والديك، حتى في عشرتك مع جيرانك، حتى في عشرتك مع أهلك وجيران، مع أصحابك في السوق. لازم تكون دائما على خلق وما تتكبرش. لما يعطيك ربي شوي سوارد، وإما بنعمة ربك فحدث، مش تبدأ تتباهى وتتفوخر على الناس وتبدأ تتعالى وتبدأ الناس كل مش عاجباتك وتبدأ تشوف في روحك أنت أنت اللي رايك صايب، وهي العكس. ثم شدك الغرور وتطيع على راسك. وما نشتيش نقول هذا الكلام. أنا ماذا بيا الشبيبة كل تنجح، وخذها مني قاعدة في النهاية: مش حيتبدل حالك طول ما أنت في مكانك. حاول 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 حتى توصل لبر الأمان. وهذه رسالتي لكم الشبيبة، وإن شاء الله راهو الدرس هذا وصلكم وفهمتوه، ونتمنى لكم التوفيق الكل، ومع السلامة.